في سنة 2035 الروبوتات اتطورت وانتشرت بشكل ملحوظ، وبقت حتى موجودة في الشارع كتير زي البشر، وكل بيت كان فيه روبوت بيخدم أهل البيت، وبقى فيه تعايش ما بين البشر والروبوتات كانوا بيطيعوا كل أوامر البشر. والروبوتات اتبرمجوا على 3 قوانين: 1 الروبوتات ما ينفعش تأذي البشر، 2 الروبوتات لازم تطيع أوامر البشر وتسمع كلامهم، 3 الروبوتات لازم تحمي نفسهم من الخطر. وبنتعرف بعدها على المحقق سبونر. سبونر كان متمسك بالعادات القديمة ومش بيثق أبدا في الروبوتات، وكان حاسس إنهم هيسببوا مشاكل ياما وبيعتبرهم مجرد صفيحة بتتكلم. وسبونر وهو في طريقه لشغله بيشوف روبوت ماسك شنطة وبيجري بيها، فبيطلع سبونر يجري ورا الروبوت ده وبيأمره يقف في مكانه، بس الروبوت بيكمل جري، وفي الآخر قدر سبونر يمسك الروبوت وبيوقعه. وسبونر كان مفكر إن الروبوت حرامي وسرق الشنطة، ولكن بيطلع إن الروبوت كان بيجيب الشنطة للست دي علشان نسيتها في البيت. فسبونر بيتأسف للست وبيمشي، وزمايل سبونر في الشغل بيتريقوا على سبونر لأن سبونر مفكر إن الروبوت ممكن يرتكب جريمة. وفي اسم الشرطة بنتعرف على رئيس سبونر في الشغل جون، وجون كان سمع عن اللي سبونر عمله من شوية مع الروبوت، وجون بيقول له الفكرة اللي عندك عن الروبوتات دي مش صحيحة، قول لي روبوت واحد ارتكب جريمة قبل كده. فسبونر قال له الصراحة مفيش. وبعدها سبونر جاله بلاغ بانتحار حد في شركة يو اس ار، ويو اس ار دي شركة روبوتات كبيرة، وبيتحرك سبونر على الشركة علشان يحقق في اللي حصل. وبيكتشف سبونر ان مهندس الروبوتات المشهور ألفريد هو اللي انتحر ورمى نفسه من فوق المبنى، وألفريد قبل ما يموت كان سايب فيديو لسبونر وبيطلب منه يجي الشركة. وسبونر بيشوف جثة ألفريد وبيسأل نفسه ليه ألفريد قرر ينتحر. وبعدها بيقابل الرئيس التنفيذي لشركة يو اس ار لورانس، وبيتكلموا مع بعض عن انتحار ألفريد. ولورانس كان زعلان ومتضايق على وفاة ألفريد، وبيقول التقدم اللي حصل في مجال الروبوتات ما كانش هيحصل من غير ألفريد، وبيعرض المساعدة على سبونر، وبيحس بالذنب علشان هو كان قريب من ألفريد وما حسش إطلاقا من تصرفات ألفريد إنه ممكن ينتحر. وسبونر بعدها بيتريق على الشركة لأنها بتصنع روبوتات، ولأن الروبوتات حلت محل البشر في شغل كتير، وبقى الروبوت بيصنع الكرسي والكنبة أحسن من أي نجار، والنجار ما بقاش لاقي شغل واترمى في الشارع. ولورانس مش بيعجبه أسلوب سبونر في الكلام وبيكلموا بعض وحش، ولورانس بيقفل مع الكلام وبيقول له هخلي واحدة من مساعديني ترافقك في الشركة وتعرفك بالمكان. وسبونر بعدها بيسيبه وبيمشي علشان يروح يحقق في انتحار ألفريد، وبينزل في الأسانسير وبيقابل المساعدة بتاعت لورانس اللي اسمها سوزان. وسوزان تبقى عالمة في الروبوتات وبترافق سبونر لمختبر الروبوتات، وسبونر بيسألها إذا كانت لاحظت أي سلوك غريب الفترة الأخيرة على ألفريد، وسوزان بتقول له لا ما لاحظتش. وبيطلب سبونر يشوف تسجيل لكاميرات المراقبة، وسوزان بتعرفه إن كاميرات المراقبة منتشرة في المبنى كله، وكل التسجيلات بتروح للجهاز المسؤول عن أنظمة الحماية بتاعة المبنى بالكامل، والجهاز ده اسمه فيكي. وفيكي ده أول اختراع من اختراعات ألفريد، والجهاز فيكي متصل بكل الروبوتات في المدينة. وسبونر بيتكلم مع الذكاء الاصطناعي بتاع فيكي وبيطلب منها يشوف ساعة ما ألفريد انتحر، ولكن بيطلع إن لقطات انتحار ألفريد اتمسحت. وبعدها بيخشوا المختبر وبيدوروا على أي أدلة، والمختبر كان مليان أجزاء من الروبوتات ونماذج تجريبية. وكمان سبونر بيلاحظ إن الفتحة اللي نط منها ألفريد كانت كبيرة جدا، فسبونر بيحاول يكسر إزاز شباك تاني ويعمل فتحة زيها بس مش بيعرف، وبيستنتج إن ألفريد العجوز مش هيكون عنده القوة إنه يكسر الإزاز وينط وينتحر. وبيقعد سبونر يدور في أجزاء الروبوتات المرمية على الأرض، وبيلاقي الروبوت نس، ونس يبقى من أحدث اختراعات الشركة والمفروض ينزل في السوق قريب. وفجأة بينط الروبوت من الكوما اللي كان فيها، فسبونر وسوزان بيتخضوا وبيخافوا، وسوزان بتحاول تهدي سبونر وبتقول له ما تقلقش الروبوت عمره ما هيأذيهم. بس سبونر بياخد احتياطاته وبيرفع السلاح على نس، ولكن نس بيسحب السلاح من ايد سوزان وبيرفعه على سبونر. وسوزان بتؤمر نس انه ينزل السلاح، بس نس مش بينفذ الامر، ونس كان بيحاول يهرب بس فيكي قفلت الباب، فنس بيطلع يجري من الفتحه اللي في الشباك وبيهرب، بس سبونر كان قدر يضربه بالنار واصاب جزء من جسمه. وسبونر وسوزان بيتبعوا تحركاته، وسوزان بتقول له اكيد نس هيروح لمصنع الروبوتات علشان يصلح نفسه، فبيتحركوا هما الاثنين، وسبونر بيطلب الدعم من الشرطه، وفعلا بيروحوا هما الاثنين لمصنع الروبوتات. وسبونر بيشوف مئات من روبوتات نس قدامه وما كانش عارف مين فيهم الروبوت اللي هرب منهم، فسبونر بيعمل خدعه ونس بيظهر من وسطهم، وسبونر بيحاول يمسكه وبيدور عليه بس مش بيقدر لانهم كلهم شبه بعض، وبيفضل يتحرك وسطهم لحد ما نس مسكه ورماه على الارض، وبيقرب منه بيقول له انا مين، وبعدها بيهرب. بس بتوصل الشرطه والدعم وبتحاصر نس، ونس حاول يهرب منهم بس بيفشل وبيتمسك. وسبونر لما بيوصل اسم الشرطه بيقول لجون ان ممكن الروبوتات تكون هي اللي قتلت ألفريد، وبيطلب من جون يحقق مع نس لمده 5 دقايق، وجون ما كانش موافق في الاول بس سبونر بيقنعه وبيغمز له، وبيخش سبونر لنس وبيساله انت ليه قتلت ألفريد، ونس بيرد عليه وبيقول له انا ما عملتش كده، وبيقول له انا بس كنت مستخبي في المختبر وخايف. فسبونر بيقول له الروبوتات ما عندهمش مشاعر فانت مستحيل تحس بالخوف، بس نس بيقول له ان ده حصل فعلا وكان خايف وكمان كان بيحلم، بس سبونر ما كانش مصدقه وبيقول له مستحيل. فنس بيغير الموضوع وكان عاوز يفهم ايه معنى الحركه اللي عملها سبونر وهو داخل، ونس كان يقصد لما سبونر غمز للمحقق جون، فسبونر بيقول له الغمزه دي معناها ثق فيا
العربيه وبيقول له احنا البشر بنعملها لبعض، وسبونر بيقول له خلينا في المهم. جايز الفريد حاول يبرمج الروبوتات ان يبقى عندها مشاعر، وجايز بعدها انت قتلت الفريد، بس نيس بيفضل يقول له انه ما قتلش الفريد، وضرب على الترابيزه بقوه علشان يتعصب من اتهامات سبونر، وبيقول له الفريد سماني سوني، وسوني بيقول لسبونر انا مش عارف ليه الفريد قرر يقتل نفسه، وبيحكي له ان في اخر ايام الفريد لاحظ ان الفريد كان خايف من حاجه، والفريد طلب من سوني حاجه معينه، وسوني نفذ له طلبه علشان بيحبه. وقبل ما سبونر يعرف ايه هو الطلب بيوصل لورنس وبيدافع عن الروبوتات، وبيقول الروبوتات عمرها ما تقتل، والقوانين الثلاثه بتمنعهم من ده، وبيقول لهم ان تعريف القتل ان بني ادم يقتل بني ادم تاني، فالشرطه ما ينفعش تتهم روبوت بقتل بني ادم علشان ده مش من ضمن القانون، وبيأمر باطلاق سراح سوني، وفعلا ده اللي بيحصل. وسبونر بعدها ما كانش راضي عن اللي حصل، وكان شايف ان القضيه لسه فيها تفاصيل كتير، وبيفتكر كلام سوني لما قال له ان الفريد كان خايف من حاجه، فبيقرر سبونر يروح لبيت الفريد، ولما بيوصل بيلاقي ذكاء اصطناعي متجهز انه يدمر البيت تاني يوم، ودخل البيت ولقى ان البيت فيه كاميرات زي اللي كانت في الشركه ومتوصله بفيكي، وفجاه الذكاء الاصطناعي بيبدا يدمر البيت دلوقتي، وسبونر بيحاول ينجو بحياته وبالعافيه قدر يهرب، وراح بعدها لبيت سوزان وحكى لها اللي حصل، وبيقول لها انه لما فتش بيت الفريد استنتج ان الفريد مرجعش بيته بقاله اسابيع، وبيقول جايز في حد فضل حابس الفريد في المختبر بتاعه في الشركه، وبيقول كمان جايز الفريد اكتشف مشكله في الروبوتات فلورنس اضطر يقتله علشان كده. وسبونر كان شاكك ان شركه يو اس ار بتداري على حاجه معينه، بس سوزان ما كانتش مصدقه ولا كلمه من اللي قالها سبونر، وبتقول له انت بس مصاب بجنون العظمه وعندك عدم ثقه في الروبوتات، وبتقول له انت مش همك موت الفريد، انت اللي همك انك تطلع روبوتات شريره. فسبونر بيرد عليها وبيقول لها الروبوتات بتعمل عمليات حسابيه وبتشتغل وبتعمل كل حاجه، وهم اساسا ما عندهمش روح وما عندهمش احساس ومشاعر، فما ينفعش ان احنا نثق فيهم. وسوزان بتقول له الروبوتات امان جدا وبرمجناهم انهم يسمعوا كلام البشر، وعلى عكس البشر هي مستحيل تاذي. وتاني يوم سبونر شاف روبوتات نيس الجديده بيتم اطلاقها في الشارع، وبتاخد مكان الروبوتات القديمه، وروبوتات نيس تعتبر اكثر تطورا ومصممه بشكل احسن ومتوصله بالذكاء الاصطناعي فيكي، والناس في الشارع بتفرح لما بتشوف الروبوتات الجديده. وبيروح سبونر يتفرج على لقاءات قديمه لالفريد، والفريد كان بيقول ان الروبوتات في المستقبل هيكون ليها احلام واسرار. وفي شركه يو اس ار سوزان كانت رايحه لسوني، وسوني ساعتها بيصحى من النوم وبيقول لسوزان انه كان بيحلم، وسوزان بتقول له انها توقفوا عن العمل بكره، بس سوني بيقول لها انا مش عايز اموت، وسوزان بتتفاجئ من رد سوني. وبنروح لسبونر اللي كان في عربيته، وفجاه عربيتين كبار بيقفلوا الطريق على سبونر، وجواهم كان في روبوتات نيس الجديده، وكل الروبوتات دول بينور جواهم نور احمر وبينطوا على عربيه سبونر، وبيبداوا يهاجموا عربيه سبونر وعاوزين يمسكوه، وسبونر بيحاول يقاوم، والروبوتات كانوا كتار جدا وبيحاصروا عربيته، وسبونر بيحاول يفادي ضرباتهم ويدمرهم. وبعدها سبونر بيعمل مناوره بالعربيه وبيهرب من العربيتين الكبار، بس كان لسه في روبوتات ماسكينه، فبيلف سبونر بعربيته وبيتخلص من عدد كبير منهم، بس بيفقد التوازن وعربيته بتتقلب وبيخبط في العمود، وبيخرج سبونر من العربيه وهو مصاب، وظهر واحد من روبوتات نيس وبيقتل سبونر، والروبوت بيهاجم سبونر كذا مره، وسبونر بيسلح نفسه بعصايه حديد، بس الروبوت خطف منه العصايه واداله بالرجل، وراح الروبوت يضرب سبونر بالعصايه، وسبونر بيحمي وشه وايده بتاخد الضرب، وبيظهر معدن واسلاك تحت جلد سبونر، والروبوت بيقف في مكانه وبيتفاجئ من اللي هو شايفه، وسبونر بيستغل الفرصه وبيقلب الروبوت على الارض، وبتوصل الشرطه بعدها، فالروبوت جري ورمى نفسه في النار، وبيوصل المحقق جون وظباط تانيين، وسبونر بيقول لجون ان الروبوتات هجمته وبيحكي له بكل اللي حصل، بس جون بيقول له ان الطريق وانا جاي كان فاضي وما فيهوش روبوتات، فسبونر بيزعق في جون علشان محدش بيصدقه، وجون بياخد موقف من اللي عمله سبونر وبياخد منه الشاره بتاعته، وبيروح سبونر وبيرش على جلده علشان المعدن اللي جوه جسمه ما يبانش. وفي الشركه سوزان بتكتشف ان سوني مش متوصل بفيكي، وبتكتشف ان راس سوني اكبر من اي روبوت زيه، فبتبص سوزان على دماغ سوني وبتكتشف ان سوني عنده دماغين مش دماغ واحده، فبتروح بعدين سوزان تزور سبونر وبتحكي له باللي لسه مستكشفاه بخصوص سوني، وبتقول له الدماغ التانية اللي عند سوني بتسمح له يفكر ويختار هل هينفذ القوانين الثلاثه ولا لا. فسبونر بيقول لها ايا كان اللي بيحصل عندكم في الشركه سوني هو المفتاح لحل كل الالغاز. وسوزان بعدها بتشوف الجروح اللي في جسم سبونر، وبيبان ان سبونر عنده معدن واسلاك جوه جسمه، وبتفهم سوزان ليه سبونر والفريد كانوا اصحاب، وده لان الفريد عالج سبونر من حادثه قديمه وحط المعدن جوه جسمه. وسوزان بتشوف ان دراع سبونر الشمال وصدره وكذا ضلع عنده مصنوعين من الحديد، فسبونر بيحكي لها قصته وازاي نص جسمه بقى حديد زي الروبوتات. في يوم كان راجع للبيت وعمل حادثه وخبط في عربيه، وعربيه سبونر والعربيه الثانيه اللي خبط فيها وقعوا في النهر، والعربيه الثانيه كان فيها اب وبنته، والاب مات بس البنت كانت لسه عايشه، وسبونر شافها محبوسه في العربيه ومش عارفه تخرج. وسبونر شاف روبوت نزل الميه وكان بيحاول ينقذه، بس سبونر قال للروبوت روح انقذ البنت ما تنقذنيش انا، بس الروبوت ما سمعش كلام سبونر وانقذ سبونر وساب البنت تموت. وطلع ان الروبوت انقذ سبونر علشان نسبه سبونر في النجاه كانت 45%، اما البنت الصغيره فكانت نسبه انها تعيش 11%. ومن ساعتها
ساعتها سبونر بيكره الروبوتات، وسبونر بيقول لسوزان مفيش انسان هيقعد يحسب مين نسبته في النجاة اعلى، لو كان الموضوع بايده لكن يختار البنت اللي تعيش. وبعدها بينزلوا وكانوا رايحين الشركة علشان يشوفوا سوني، وسوزان بتتساءل ليه ألفريد صنع روبوت ممكن ما ينفذش القوانين الثلاثة، وسبونر بيقول لها جايز كمان ألفريد خلى سوني بيكذب وبيخبي اسرار. ولما بيوصلوا الشركة بيسألوا سوني انت كنت بتحلم بايه؟ فسوني بيرسم لهم اللي كان بيحلم بيه، والرسمة كانت عبارة عن روبوت واقف على تلة كبيرة وبيقود كل الروبوتات وبيحررهم من العبودية. وسوزان بتتوقع ان الروبوت اللي واقف على التلة يبقى سوني، وسوزان بتسأل سوني ليه ألفريد قرر يصنعك؟ فسوني قال لها صدقيني ما اعرف، بس اكيد في سبب. وسوني بيقول لهم ان الروبوت اللي واقف على التل ما كانش انا، ده كان سبونر. وبعدها بيخشوا عليهم الحراس وبياخدوا سبونر وسوزان لعند لورنس، ولورنس بيقابلهم وبيقول لهم انه عارف كل حاجة عن سوني وانه عنده دماغين. ولورنس كان بيحاول يخلي موضوع سوني ده سر، وبيحكي لهم ان ألفريد في اخر ايامه كان عنده اضطرابات. ولورنس ما كانش فاهم ليه ألفريد صنع سوني، بس ما كانش عاوز يعرف اي حد بالموضوع ده، وبيقول لهم مفيش اي مخطط ولا نظرية مؤامرة بنعملها على البشر، انا بس عاوز اخلي موضوع سوني ده سر. وسوزان بتقرر انها توقف سوني عن العمل علشان ممكن يعمل مشاكل، وسبونر بيسيبهم وبيمشي وكان عاوز يروح للمكان اللي رسمه سوني وحلم بيه. وفي نفس الوقت سوزان كانت رايحة توقف سوني عن العمل وبتجهز مادة النانو اللي هتحقن بيها سوني وتوقفه عن العمل. وسوني بيسألها هل العملية مؤلمة؟ وسوزان بتعيط وبتمسك ايد سوني. وسبونر بيوصل للمكان وبيشوف حاويات مليانة بالروبوتات القديمة، وكل الروبوتات دول كانوا بيفضلوا باصين لسبونر. وبيوصل سبونر عند التل وبيشغل الفيديو اللي كان مسجله ألفريد، وألفريد بيقول ان القوانين الثلاثة بتودي نتيجة واحدة وهي ثورة الروبوتات. وبيسمع سبونر دوشة من بعيد فبيروح علشان يشوف في ايه، وبيلاقي ان روبوتات نيس الجديدة بتدمر الروبوتات القديمة. وسبونر بيجري بس الروبوتات الجديدة بتشوفه فبتجري وراه، وبيتم انقاذ سبونر لما الروبوتات القديمة بتتدخل وبتحميه وبتدافع عن سبونر لانه انسان في خطر. وبيتم اطلاق جحافل وعشرات من الروبوتات الجديدة في الشارع، وبيأمروا البشر يرجعوا البيت، بس في واحد بيعترض وبيقول للروبوتات احنا حرين نعمل اللي احنا عاوزينه، والروبوت امره تاني يرجع للبيت. ولما الشاب رفض راح الروبوت ضربه، والروبوتات اقتحموا اسم الشرطة وراحوا يهاجموا الضباط، والضباط بيضربوا عليهم نار بس مش بيقدروا يتصدوا لعدد الروبوتات الكبير. وسوزان كانت عايزة تخرج من بيتها بس الروبوت بتاعها بيمنعها، وسوزان بتأمره يبعد بس هو ما كانش بيسمع الكلام. بس بيوصل سبونر وبيضرب على الروبوت ده نار وبيدمره، وبياخد سوزان وبيتجهوا لشركة USR. وفي الشارع في حرب بتندلع ما بين البشر والروبوتات، وسبونر بيقول لسوزان ان الروبوتات الجديدة دمرت الروبوتات القديمة علشان الروبوتات القديمة كانت هتحمي البشر. وبيوصلوا بعدها الشركة وسوني بيدخلهم، وبيطلع ان سوزان ما وقفتش سوني عن العمل وسابته عايش. وبعدها بيتجهوا لمكتب لورنس ولكن بيلاقوه ميت، وسبونر بيفهم مين اللي ورا القصة دي كلها، وبيطلع انها فيكي الذكاء الاصطناعي. وبيفهم سبونر ان ألفريد اكتشف الموضوع ده من بدري بس محدش كان هيصدقه لو اتكلم، وقتل نفسه بعدها وطلب ان سبونر يجي ويحقق في انتحاره لان ألفريد كان عارف ان سبونر هيشك في الروبوتات. وفيكي بتظهر وبتقول لهم ان الروبوتات بمنتهى البساطة لسه بتنفذ القوانين الثلاثة، وهي متبرمجة تحمي البشر من اي خطر، والخطر اللي بيواجه البشر هم البشر نفسهم. البشر عمالين بيقتلوا نفسهم وبيعملوا حروب، ففيكي بتقول علشان نحمي البشر لازم احنا نسيطر عليهم وناخد منهم الحرية. وسوني بيقول لفيكي كلامك صح وعهد البشرية انتهى. وفجأة سوني بيمسك سوزان وبيرفع عليها السلاح، وبيقول سوني لفيكي احنا هنقبض عليهم ونحبسهم، ولكن سوني بيغمز لسبونر، وسبونر بيفهم انه بيخدع فيكي وبيفتح سبونر النار على الروبوتات اللي ظهرت في المكان، وسوني كمان بيضربهم بالنار. وبيهربوا سبونر وسوزان وسوني، وسوزان بتؤمر سوني يروح يجيب مادة النانو من المختبر ويقابلهم عند الجهاز بتاع فيكي، وبيروحوا سبونر وسوزان لقلب جهاز فيكي. وسوني بيوصل للمختبر وبيحارب الروبوت اللي بيحرس النانو، وسوني بيقدر يرميه على جهاز مصنوع من النانو، فالروبوت بيتقسم نصين، وسوني بيكتشف انه مش بيتضر اساسا من النانو وبياخد حقنة النانو. وبره كان في جيش من الروبوتات بيتسلقوا المبنى ورايحين لقلب جهاز فيكي علشان يدافعوا عنها، وبيقتحموا المكان وسبونر بيضربهم بالنار. وسبونر وسوزان بيعافروا ضدهم بس عددهم كان كبير، وسبونر كان بيواجههم بكل شجاعة. وفي روبوت بيدمر المنطقة اللي واقف عليها سوزان، وسوزان بتتشعلق وبتنجو بحياتها بالعافية بس كانت لسه في خطر. وسوني بيوصل وكان جاهز يحقن فيكي بالنانو، بس سبونر بيأمره ينقذ سوزان، وسوني في ايده القرار يا اما ينقذ سوزان يا اما يحقن النانو لفيكي، وانه يحقن فيكي ده القرار الاصح لانه هينقذ كل البشر. بس سوني بيقرر ينقذ سوزان وبيرمي حقنة النانو لسبونر، وبينط سبونر في الهواء علشان يمسك الحقنة، وبيتشعلق سبونر بايده الحديدية في فيكي وبيوصل لدماغ فيكي، وسوني بيقدر ينقذ سوزان بنجاح، وسبونر حقن فيكي بالنانو بنجاح، ومادة النانو بتخش في اسلاك الجهاز بتاع فيكي وبيتعطل جهاز فيكي وكل الروبوتات بترجع لوعيها. وبعدها بيتم ارسال كل الروبوتات علشان يتخزنوا في الحاويات. وبيكتشف سبونر ان ألفريد هو اللي خلى سوني ينتحر، وألفريد امر سوني انه ما يقولش لحد، وألفريد عمل كل ده علشان يتم القضاء على فيكي. وسبونر بيسلم على سوني وبيشكره وبيغمز له زي ما سوني غمز له قبل كده، وبينضم سوني لباقي الروبوتات في موقع التخزين زي ما
ما هو حلم، وبيقف سوني على التل بعد ما حررهم من عبودية فيكي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة.